السلام عليكم. أنا هبة متطوعة للخير. الناس اللي مش عارفة القناة بتتكلم عن إيه، بتتكلم عن مساعدة المحتاجين على قد استطاعتنا أنا وأصحابي، بفضل الله وكرمه. إحنا طريقنا طريق جميل وطريق خير، والحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، اللي ربنا بيختاره في الخير ربنا بييسر له الطريق، والله أكبر وما شاء الله. الحمد لله طريقي طريق جميل أنا وأصحابي، ما عندناش وقت نضيعه في أي حاجة هايفة، هو طريقنا طريق خير وماشيين فيه بما يرضي الله. الحمد لله يا رب. المهم، امبارح كان الحد 28 يناير. احنا في ايام حلوه وايام رجب جميله، الله اكبر على الايام دي، ربنا يا رب يديمها علينا على طول. فدايما عاملين فكره، اصلا احنا بنعمل اطعام كل اسبوع مثلا، مرتين في الاسبوع، وساعات لما بتبقى الدنيا ضيقه قوي مع الشهريات ومع العلاج بتبقى مره واحده. فالمهم هنا وانا برخم على الناس قلت هزر، ودي طريقة تصوير بنتي، تعمل كده طبق واحد وفجأة يبقوا كتير، بس المهم لذيذ يعني. المهم فجينا في أيام رجب، أنا بقالي ما عملتش في رجب إلا 3 إطعامات بس، من أول شهر واحد عموما، ده 3 إطعام. فطبعا كده أنا مقصرة. ليه بقى أنا مقصرة؟ عندي كذا عملية شغالين عليها، اللي على نفقة الدولة، واللي لازم نعمل لها نلم فلوسها. شاب عمل حادثة، سبحانك يا رب، ربنا طبل لنا الأمر. يعني كان في 2 هيعملوا عملية، فخدنا لقيت الحادثة دي قبل العملية ب3 أيام، فتمام حطيت الفلوس هنا وجمعنا تاني فلوس العملية للشاب التاني. واحد تاني على نفقة الدولة، بنت حالة في المستشفى برضه ودانها فيها مشكلة كبيرة جدا، وهكذا كذا عملية. وشاب تاني عملنا له عملية في رجليه، فالموضوع كبير كبير. فلقيت نفسي أنا تايهة جوه العمليات، مع العمليات الناس بقى اللي هي يوميا اللي بتتصل بيا، الحقيني عليا دين، الحقيني عليا دين الايجار، اطعام، مش عارفه ايه. فطبعا ساترين البيوت، لان ده هدفنا ان احنا نستر البيوت، بس كاطعام كنت موقفه غصب عني. فلقيت الناس، هبه الاطعام بتاعنا. ايوه يا جماعه والله الفلوس معايا، بس انا اللي مضغوطه. وطبعا شغالين على المسجد، وطبعا شغالين على وصلات الميه، طبعا وشغالين على اهالينا وحبايبنا. طبعا مش هقدر اقول عشان الكلمه بتحذف الفيديوهات. المهم الاطعام دوت مشترك فيه 2 اصحابي. واحده جزاك الله خير الجزاء، جزاك الله خير الجزاء. يعني انا اتصلت بيها امبارح قلت لها انا زودت في الاطعام، ومش هحط من فلوس الاطعام اللي معايا، عشان عايزه اليوم يبقى كله بتاعي. فبعتي لي التكمله وجزاها الله خير، طبعا احترمت كلامي وبعتت لي التكمله، وعملت اطعام ل 24 اسره. طبعا انا بجيب كميه فراخ اكبر عشان اطلع الطبق اكبر. اهو ده الاطعام كده بتاعها. الاطعام التاني بتاع طنط حبيبه قلبي، جزاها الله خير الجزاء، ست جميله جميله ورحيمه محترمة، عارفة تعمل الخير الصح، يعني بتعرف تقدر تعب البني آدم، وما شاء الله عليها. قالت لي عايزة دي المكرونة بتاعت الإطعام الأولاني اللي هو 24 أسرة. أهو ده الإطعام التاني بقى 10 أسر، اللي الطبق بتاعها أكبر شوية، يعني مثلا ممكن يعمل 1.25 كيلو فراخ. الطبق بيعمل 5 منابات، 4 منابات كبار كده بالظبط. مع الإطعام دوت أنا عبيت وحطيت في الفريزر. مع الإطعام ده هنا كنت برخم على جوزي مع الإطعام دوت 1 كيلو مكرونة وكيلو رز. فأخدتهم ونزلت عند محمد تحت عبيتهم. وفي ساعتها والله قبل ما أعبي وإحنا بنعبي لقيت الناس جت. كان لازم أطلع الإطعام امبارح، علشان النهاردة الاثنين معظم الناس صايمة، ففاضلش عندي إلا 7 طبقات كنت قلت 7 طبقات وأستك 7 أطباق حالا هنزل أوزعهم، جزاكم الله خير الجزاء.